السلام عليكم، معكم شكيب ومرحبا بكم في البلان ديال اليوم اللي غنشوفوا فيه اش غنحتاجوا نعرفوا باش نقوموا بتجديد البيرمي ديالنا. فلايك وكومونتير باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ونبداو. اول حاجه غنديروها هي غنتوجهوا لاقرب وكاله ديال البريد كاش اولا البريد بنك. الوثائق اللي غادي تدي معاك فاش غادي تبغي تجدد البيرمي ديالك هما نسخه من البطاقه الوطنيه، البيرمي القديم، شهاده طبيه تكون من عند طبيب معترف به من طرف النارسه، راه موجودين، غير سول على راسك غتلقاه. وغتحتاج جوج ديال التصاور بخلفيه زرقاء، المهم انت قول للمصور باللي راك بغيتي دوك التصاور البيرمي، هو غيعرف اش غيدير. وغنزيدوا على هذا الشيء الفلوس، اي الثمن ديال تجديد البيرمي، فغنحتاجوا 415 درهم. 400 درهم هي الثمن ديال تجديد رخصه السياقه، و15 درهم هو الثمن اللي غادي نعطيو للوكاله باش تقدم لنا ديك الخدمه ديال انها تدفع لنا الطلب تجديد رخصه السياقه. فانت غتدي معاك 415 درهم اللي غادي تخلصها في الوكاله نيت، وغتعطيهم ديك الوريقات اللي ديجا ذكرنا واللي هما نسخه من البطاقه الوطنيه، البيرمي القديم، وشهاده طبيه، وجوج ديال التصاور. وغيعطيوك واحد الطلب ديال تجديد رخصه السياقه حتى هو غتعمرو عندهم وتعطيه لهم مع الفلوس. فغادي يجمعوا داك الشيء كامل وغيدفعوا لك تجديد ديال البيرمي ديالك، وديك الساعه غيعطيوك واحد البيرمي مؤقت تقدر تسوق به بحال اللي كنتي خديتي النهار الاول فاش درتي البيرمي لاول مره. هذاك البيرمي بيض ساري مفعول لمده ديال 90 يوم كتخدم به بيد ما يخرج لك البيرمي الجديد اللي فاش غيكون متواجد في الوكاله غيوصلك اس ام اس في التليفون ديالك. فحاول فاش تكون كتدخل النمره ديال التليفون ديالك في داك الطلب تجديد رخصه السياقه دخلها صحيحه باش توصل بالاس ام اس فاش يوصل البيرمي ديالك للوكاله. والبيرمي راه غادي يوصل للوكاله فين دفعتي نيت الوثائق، وراه في الغالب غيوجد قبل ما توصل للمده ديال 90 يوم، ديك شهر ونص شهر فغيكون واجد ان شاء الله وغتمشي تسلم. فكانوا هادو هما الوثائق ديال تجديد رخصه السياقه. كان معكم شكيب، نتلاقاو في بلان جديد. ما تنساوش تدعموا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من الناس ويستافدوا. تهلاو.